الواحد بقاله كتير ما جاش. خلينا نتفق من الاول كده ان تقريبا في مؤامره كونيه ان انا ما ارجعش اصور. لما جيت اصور لقيت فيه هيد لايت باظ، لقيت المايك بتاعي باظ. انا حاليا بسجل بريكورد من الموبايل وهركب الاثنين على بعض، بس انا قلت لا، ما يبقاش في اي حاجه ولازم ارجع اصور. حتى انا طالع اصور وانا تعبان، فانا اسف على شكلي لو باين ان انا تعبان، بس قلت ما ينفعش ان يبقى في اي حاجه تاني ان انا ما ارجع لكمش. السلام عليكم، اهلا بيكم في اي في جرافيكس اند ميديا برودكشن. فلو انت اول مره تتفرج عليا، انا اسمي عمرو اسماعيل، انا مالتي ميديا سبيشالست، ودي التشانل بتاعتي. التشانل دي الهدف بتاعها كله ان احنا نحاول نوصل اي حاجه في الدنيا ليها علاقه بمجال الجرافيكس او الميديا بشكل بسيط سهل وسلس، ونخلي الدنيا لذيذه. اكوردنج تو الفتره اللي فاتت تقريبا من شهر او من شهرين، عملت بول كده على انستجرام وسالت الناس لو حابين ان احنا نرجع نصور تاني، بما ان كان اخر كورس نزلناه كان الان ديزاين، كنت طالع بيه بس بسكرين ريكورد، ما كنتش ان انا بصور. فكنت بسال الناس لو حابين ان احنا نرجع بكورس ايه؟ نرجع بموشن جرافيكس ولا نرجع فيجما ولا نرجع بيو اي يو اكس بشكل عام؟ فكان اكتر فوت جالي اللي احنا نرجع بكورس اليو اي يو اكس، فبالتالي احنا هنرجع باليو اي يو اكس. طب كورس يو اي يو اكس هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن فيجما ولا اكس دي ولا الجزء النظري ولا عباره عن كله؟ كورس يو اي يو اكس ده ان شاء الله هيبقى انكلودد كل حاجه من قبل ما المجال اصلا يبقى اسمه يو اي يو اكس، وازاي المجال بدا والتاريخ بتاعه ازاي، والديتيلز دي كلها هنعرفها مع بعض، بحيث ان انت تبقى داخل فاهم يعني ايه مجال يو اي يو اكس، وان انت وظيفتك ايه جوه بالظبط. السوفت وير بقى اللي هنستخدمه، هنستخدم اكس دي ولا هنستخدم فيجما؟ هنستخدم فيجما. طب ليه مش هنستخدم اكس دي؟ هتبقى فاهم ليه مش هنستخدم اكس دي، وليه في ناس لحد النهارده ممكن تكون شغاله باكس دي. طب ليه في وقت معين هيبقى لازم ان هم يشفتوا فيجما؟ هنبقى فاهمين تفاصيل الديتيلز كلها. هيجي حد يقول لي طب انا سمعت ان بروجرام فيجما كل شويه بينزل منه ابديت، وان الموضوع مش ثابت، ده معناه ان الكورس بتاعك مش هيبقى ابديتد. هقول لك لا، انا دلوقتي الكورس اللي هينزل ده احنا هنشرح كل حاجه انكلودد في فيجما لحد اخر فيديو هننزله، اللي احنا نبقى نقول اللي احنا خلصنا الكورس. لكن بمجرد ان فيجما نزل مثلا ابديت، فهنرجع تاني نطلع نصور ونقول ابديت الجديد عباره عن 1 2 3 وهكذا. طب انا كده هتعلم ان انا ازاي اشتغل على فيجما، واتعلم شغل اليو اي يو اكس والكلام ده كله. طب اجيب شغل ازاي؟ طب اعرض شغل ازاي؟ طب اوصل للكلاينتس ازاي؟ الحاجات دي كلها اعملها ازاي؟ لو انا عايز اجيب وظيفه في شركه، انا مش عايز اشتغل فريلانس، انا مش بتاع فريلانس، اعمل الموضوع ده ازاي؟ الديتيلز دي كلها ان شاء الله تبقى انكلودد في الكورس بتاعنا. فيلا بقى، بما ان احنا راجعين، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما نزل حاجه تجيلكم. ولو حد عنده اي سؤال او عنده اي اقتراح حابب ان احنا ممكن نحطه في الكورس ده، سيب تحت في الكومنتات اي حاجه هو عايزها، وهقرا الكومنتات كلها ان شاء الله. استناكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.